اي حاجه، مع ان الاوتوفيت اخرها اصلا، بس اي حاجه يلا. اي اهم حاجه ان احنا نشارك لحم بيتنا مع الاخرون. السلام عليكم يا جدعان، والنهارده فيديو جديد في كوكب جاكجو. والنهارده فيديو جديد يا جدعان في سلسله مجال التيك توك، السلسله اللي فتحت تيك توكر عامله شغل جامد جدا، فمش عايز اطول عليكم. بس قبل ما نبدا يا ريت كلنا نصلي على النبي في التعليقات، وندعي لاخواتنا في غزه، ويلا بينا على الفيديو. انا مش شايفك يا ابني، انا عشان كده يا بيبي كارفك يكفيني. يا اسطى مناخيرك يا اسطى، ما بتريقش طبعا، ما بتريقش، بس اكيد فلتر، مستحيل يبقى حقيقه يعني، مستحيل. ده نفقين يا اسطى. ده نفق. دلوقتي انا خايف ان انت تعطس توديني المريخ. مش هينفع كده بجد. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يكون فلتر. خش على الكومنتات. نو كومنت. يعني واحد جايب له شكمان اللي هو 2 تقريبا، ده شكمان تقريبا على حد علمي يعني، حاططهوله في الكومنتات. ايه ده؟ واحد بيقول له انا فكرته فلتر. ايه؟ دي مناخيره؟ يا اسطى ما تهزرش، دي مناخيره؟ لا بقى نشوف الموضوع ده في فيديو تاني. خش على الفيديو اللي بعده. محدش يمشي اخر يوم امتحانات عشان نتصور كلنا. انا اول ما اخلص امتحان. لا ده حرفيا انا ما بصدق ان انا اخلص، مع اني بقعد يعني ممكن ايام كده بقعد مع الشباب وكده يعني، بس انا لو لوحدي بخلص امتحانات واطير على البيت. ما فيش هقعد اعمل ايه يعني؟ من حلاوه الكليه انا مش عايز اروح اصبح الفل يعني. مش عارف اللي بعد. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. انا ما خطبتش، لا بس انا جبت بيه. نقول مبروك نقول مبروك. وطبعا ما شاء الله افرحوا يا جدعان، افرحوا يا جدعان، في شاب مننا فرحان. لازم نفرح طبعا. انا بشكر نفسي جدا عشان انا قدرت استحمل واصبر واحوش عشان اقدر اجيب دي بمجهودي بطولي لوحدي، والله لوحدي، ولا بص كده واخدها كده. طبعا مش عايز اقول لك ان دي الوحيده اللي في مطروح، عشان مش موجود منها في مطروح اصلا. انا جايبها من المنصور. لا مش معقول يعني، مش معقول تكون جايب مثلا اخر اصدار اللي هو 26 موسم. مش فاهم يا جدعان، اصل مهما حتى لو 26 مش هتبقى انت الوحيد اللي في مطروح مثلا يعني، مش انت الغني مثلا اللي في مطروح فقط. ربنا يزيدك ويباركك طبعا، ويبارك في العربيه، ربنا يرزقنا زي ما رزقك. بس يعني مستحيل ان هي تكون انت الوحيد اللي في مطروح معاك العربيه دي، مستحيل. كمل. انا مش جاي اضايقك ولا جاي اقول لك بص انا عملت ايه وانت ما عملتش ايه، لا والله انا جاي اقول لك خلي عندك امل وخلي عندك يقين بالله ان انت طول ما انت حاطط في دماغك اي حاجه انت هتوصل وهتقدر تجيبها عادي جدا بمجهودك وبطولك ولوحدك. واسد يلا وكمل وكلنا معاك، وحتى لو مش كلنا معاك انت بطولك تقدر تجيبها. انا مش عارف اقول لكم انا فرحان بيها ازاي، وقد ايه انا مبسوط بيها، وقد ايه انا حاسس بانجاز يعني، اللي هو انا كان نفسي في دي من زمان يا جدعان. بس فاعتبرني صاحبك وجاي اقول لك شد حيلك وكمل، ما تجيبهاش بالحرام عشان مش هيبقى ليها طعم خالص والله. حتى بالحلال بمجهودك بشغلانه. طبعا يعني اي حاجه لازم نجيبها بالحلال. انا لسه جاي من الشغل دلوقتي وعامل لكم الفيديو، فانزل دلوقتي اشترك. تمام، انزل دلوقتي اشترك عشان ما نزعلش مع بعضشينا. نزعل مع بعضشينا، عيب عليك يا فنان. او 2 و3 ودوس واسهر واصحى وما تنامش، ده وقت، ده مش نوم. احنا كشباب والله انا شايف ان ده مش وقت النوم خالص والله، ده وقت ان احنا نتعب عشان نجيب الحاجه اللي احنا بنحبها. يعني شكلي يجيب البي ام اكتر، لا بس انا حابب المرسيدس، حتى مطقم معاها وعاملين ماتشنج مع بعض. والله العظيم جماله ده. المهم يعني اي حد عايز ولعات مرسيدس يكلمني، متاحه وبسعر جامد جدا، ومش موجوده في مطروح، ومتاح الشحن عادي لجميع المحافظات. تبقى ادعي لي بقى. ايه يا اسطى؟ يعني انت تعرفنا عشان تهزر معاه؟ انت دلوقتي تعرفنا عشان تهزر معاه؟ ايه يا اسطى يعني ايه ولاع يا اسطى؟ يا اسطى ده انا صدقتك وعمال اقول لك بسم الله ما شاء الله وربنا يكفيك شرها. يعني ليه يا اسطى؟ ليه بتعمل كده ليه يعني؟ في الاخر طلعت ولاعه. الاخرة اللي ما بيخشش على الكومنتات، لان انا دخلت على الكومنتات لقيت واحد طلعت ولاعه على شكل مفتاح. ما تضيعش وقتك وشكرا. يا ريتني دخلت الكومنتات من الاول، كان زماني ما سمعتش الفيديو. يعني فيديو دقيقه او 25 دقيقه. ليه يا اسطى تضييع الوقت ده يا اسطى؟ ليه؟ اي حاجه، مع ان الاوتوفيت اخرها اصلا، بس اي حاجه يلا. اي اهم حاجه ان احنا نشارك لحم بيتنا مع الاخرون. فاهمين؟ اهم حاجه ان احنا نطلع الدياس اللي فينا مع الاخرون. اهم حاجه ان احنا نشوف القرون اللي فينا مع الاخرون. دي اهم حاجه يعني. مش عارف اقول لك ايه بجد يعني. انت كنت فين وبقيت فين؟ حاجه غريبه جدا. او يا جدعان
يا لهوي الواحد مش عارف يتكلم والله، مش عارف. المشكله ان هو يعني خدها بالتدريج. اول حاجه ايه، بينا قصه، وبعد القصه شلنا الطرحه، وبعد الطرحه بقينا نلبس محزق، وبعد المحزق بقينا نسيب خالص. خش على الفيديو اللي بعده. ناصر هو انت بقيت كده ازاي؟ والله يعني بقيت بتاجر في لحم اهل بيتي، يعني على بقيت بتاجر في بنتي، بقيت ديوس، بقيت قرنين كده يعني. كده ازاي؟ اللي هو ازاي يعني؟ يعني جبت الفلوس دي كلها منين؟ ده سؤال عيب على فكرة. تمارا مش بتسألي ازاي يعني؟ ما هو سؤال عيب فعلا. ازاي يعني بتسألي السؤال ده؟ ما طبيعي انا هيكون جايب اكيد هيكون جايب الفلوس دي من كتر العرض بتاع لحم اهل بيته، من كتر الداسه، كتر القرنين مثلا مش عارف يعني. مستغربه ليه يا وفاء؟ يا وفاء بص يا جدعان، انا اساسا ما بحبش ان انا يعني اتكلم بالطريقه دي، بس مع الشخصين دول بالذات اتكلم كده براحتي. دول ولا نافع معاهم نصيحه، ولا نافع معاهم حتى المتابعين مش فارقين معاهم، المتابعين اصلا مش حابين حاجه زي كده، وهم عادي يا باشا. اهم حاجه الماني ماني. خش على الفيديو اللي بعده. شاهد ضفدع كبير مش كلب. ايه ده؟ انا مش عارف ايه نص الفرخه اللي على الفحم اللي نايمه جنبي دي. انا مش فاهم ايه ده. ايه ده؟ لا بجد ايه ده؟ ايه ورك الفرخه ده يعني؟ بسم الله ما شاء الله، والله بسم الله ما شاء الله. كلب عنده عضلات اكتر منه والله يا جدعان. ايه ده؟ هي مش عضلات طبعا، فخدته. كمل. سيري كل لا اوعي تعملي كده. اطردك بره البيت كله ماشي، ما تهزريش معايا. ايه يا عم هتطرد العسلية دي بره البيت؟ تربايه ليه عضوا ايه؟ ليه عضوا ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ عمال تضرب ليه يا استاذ؟ كويسين مع لازم اول ما بفتح الكاميرا بتقلبي عضاضه. خلاص بصي يا جدعان الكلب اللي بيحب التحرش ده يا جدعان. يعني هو قاعد بيضربها عادي، يتحرش بيها عادي، لكن ان هو يسيبها لا، هي هتعضه بقى. انا مش فاهم ايه الكلبه اللي بتحب التحرش دي. انا بحبك لسه ينفع نرجع؟ لا للاسف لسه مدرب مش هينفع. كل واحد البنت بتاعته اللي باله منها داريها في اي حته، ما يخلاش تفتح تيك توك اليومين دول عشان الراجل ده مدرج. يا لهوي مش قادر بموت. اكسجين حد يجيب لي الواد ده ومنه اكسجين يا جدع. انا نفسي افهم، هو الفيديو طبعا ترول، ولو ما كانش ترول انا هزعل منك جامد يا اسطى والله. يعني لو كان الفيديو ده حقيقي مش ترول مش هتكلم يا جدع. خش على الفيديو اللي بعده. تليفون نزل يعوم. نفسك في ايه يا اسطى؟ التليفون اصلا زهق منك، قال لك لا انا اهو انزل اقعد غطسين. زهق من الحر وزهق من الدنيا كلها، قال لك لا انا انزل اقعد غطسين بقى، اموت اغرق ماليش دعوه. المهم ان انا اقعد غطسين يعني. الفلوس اللي صاحبي بياخدها ومش عارف بيسقط ليه. لأن ألتقيكم من جديد وفي درس جديد من دروس الرياضيات على فضائيتكم الشيقة والممتعة فضائية الأونرون. ودرس اليوم عن ضرب العشر. بجد يعني لازم ان هو يسقط يعني. قلة السلكان ده يا جدعان وحشة والله. يعني هي الأستاذة دي تعمل الفيديو ده وهي نيتها سليمة جدا. ضرب عشرات يا جدعان. استغفر الله العظيم، انا مش قادر اقولها، مش قادر. نخش على الفيديو اللي بعده. اشتريت سماعه من المترو عشان اغش بيها في الامتحانات. لا يا جدعان بجد حاجه موت. احمص، لا بجد احمص يا جدعان. يعني انا لابس السماعه ده كله واصلا الصوت فاصل، يعني الصوت بيطلع من اللاب. انا سامع صوت طبعا وبتفاعل معاه، بس الصوت اصلا طالع من اللاب مش من السماعه. والله من حقي يا جدعان، والله من حقي. انتوا عارفين يعني انا شغال فاهم من 7 الليل لحد 7 الصبح، فاهم؟ ده غير ان امبارح اصلا اللي هو قبل اليوم ده كنت مطبق من 8 الصبح ل 4 الفجر، فاهمين؟ يعني كنت شغال اكتر من 20 ساعه. جيت نمت 7 ومن 7 ل 7 دلوقتي. من حقي والله. انا الحشيش اللي انا فيه دلوقتي ربنا ما يوريه لحد، فلو لقيت الصوت بايظ او الصوت في حاجه يعني سامحني والله سامحني. اخوك الشبوه على الاخر يعني.
بس كده يا جدعان وصلنا لنهايه الفيديو. وبس كده يا صديقي هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو اتمنى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. وبس كده يا صديقي اشوفك الفيديو الجاي. سلام.